السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. أول حاجة نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا نبدأ المشكلة اللي جاية لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بنت عندي 23 سنة. أنا من النوع اللي مش بيحب يكون عنده صحاب كتير، لكن عندي صديقة واحدة من أيام المدرسة كانت بالنسبة لي الدنيا كلها. كنا مع بعض في كل حاجة، نقعد سوا في الفصل نذاكر مع بعض، نخرج نشتري لبس، حتى أسرارنا كنا بنحكيها لبعض. الناس كلها كانت بتشوفنا زي الأختين، لدرجة إنهم كانوا يندهولنا بالتوأم. كبرنا ودخلنا الجامعة، وبرغم ان كل واحدة راحت كلية مختلفة، بس صداقتنا فضلت زي ما هي. بالعكس، كنت حاسة ان كل ما الوقت بيعدي احنا بنتعلق ببعض اكتر. ما كانتش بتخبي عني حاجة، وانا كمان كنت بحكي لها كل حاجة، خصوصا لما اتخطبت. كنت اول واحدة تبشرها، وكنت بقول لها تفاصيل صغيرة عن كل حاجة بتحصل بيني وبينه، يعني الحاجات اللي بتحصل بينها وبين خطيبها كانت بتحكيها لصاحبتها. كنت شايفة ان هي اقرب انسانة ليا، اللي هتفرح لفرحي وتدعمني. للأسف كنت غلطانة. في يوم بالصدفة وانا بمسك تليفون خطيبي، لقيت محادثات غريبة بينه وبينها. الأول حسيت إني مش فاهمة حاجة، قلبي وقع، عيني دمعت، عقلي مش مصدق. قعدت أقرأ الرسائل كلمة كلمة، والصدمة كانت كل كلمة بتأكد إن في خيانة. كان بيكلمها عني من ورا ظهري، وكان بينهم كلام مستحيل يكون هزار. قلبي وجعني بطريقة عمري ما حسيتها قبل كده. واجهته في الأول، أنكر وقال لي أنت متهيألك، دي صاحبتك، إزاي تفكري فيها كده؟ بس أنا كنت شايفة الرسائل بعيني. لما لقي نفسه مزنوق اعترف، قال لي إنه كان بيتسلى بالكلام معاها. تخيل، بيتسلى وأنا كنت معتبرة حياتي كلها معاه. الأصعب بقى مش اعترافه، لكن رد فعلها. هي لما كلمتها وأنا منهارة، توقعت إنها تنهار معايا وتبكي وتطلب السماح، لكن بالعكس، لقيتها واقفة قدامي ببرود غريب، ولا ندمانة ولا حتى مكسوفة. قالت لي بمنتهى البساطة، هو اللي ابتدى الكلام وأنا مجرد رديت. إزاي واحدة شاركتني عمري كله وخبز وملح وسري، وفي الاخر تعمل معايا كده؟ من يومها انا اتغيرت، بقيت مش قادرة اثق في اي صديقة. كل واحدة تقرب مني بلاقي صوت جوايا بيقول ممكن تبقى زيها، ممكن تخونك. بقيت مش عارفة ابني علاقة سوية من تاني. حتى مع اهلي بقيت منطوية ومش بتكلم زي الاول. وجعي الحقيقي مش بس كمان في مجرد خيانة خطيبي، لكن في غدرها هي. الخيانة منها وجعني أكتر من أي كلمة أو موقف. عمري ما كنت متخيلة إن اللي اعتبرتها أختي تبقى أول واحدة تكسرني. دلوقتي يا عبد الرحمن، بعد اللي حصل، أنا تايهة بين مشاعري، مش عارفة أرجع ثقتي في نفسي وأرجع أثق في الناس تاني، ومش عارفة أتعامل مع الوحدة اللي جوايا. إزاي أرجع أبني ثقة جديدة في نفسي من غير ما أعيش طول عمري خايفة من الخيانة؟ أنا عارف إن على قد الحب على قد ما بيكون الوجع وبيكون الجرح. وانتي كمان مش مجرد صدمتك في زميلتك، بس كمان في خطيبك اللي هو كانت شوية كده وهيبقى جوزك. انا عايز اقولك ان الحمد لله ان ربنا كشفهم لك. وعلى فكرة، انا مش هقولك، مش دلوقتي هركن صاحبتك على جنب. لو فرضا صاحبتك كانت خاينة، لو خطيبك كان شخص يؤتمن وشخص أمين، لو كانت صاحبتك هي اللي كلمته،
كان هو مردش عليها. لو هو شخص أمين فعلا وشخص يؤتمن وشخص قد الثقة، لو هي كانت كلمته ما كانش هو رد عليها لو هو كان شخص أمين. أما بقى بالنسبة لصاحبتك فما تزعليش، للأسف الشديد في ناس بتبيع العشرة برخص التراب، في ناس بيهون عليها العشرة، في ناس بتبقى خاينة، في ناس بتبيع كل حاجة، وللأسف الشديد بتبقى ناس يعني رخيصة. ما هو الشخص الخاين ده ما هو إلا إنه يكون شخص رخيص. فأنت ما تزعليش، انت كويس انك اكتشفتي خطيبك من دلوقتي. حاولي انك ترجعي زي الاول، حاولي انك ترجعي ثقتك في نفسك زي الاول، وادعي ربنا يعوضك بشخص احسن منه. وبالعكس دي حاجة كويسة انك اكتشفتيه وانت لسه على البر، لان ما انت ممكن تكتشفي ان خطيبك خاين وهو جوزك، يعني بعد كتب الكتاب او بعد الفرح وبعد كل حاجة. فانت ده بالعكس ده كويس جدا ان ربنا كشف لك خطيبك دلوقتي. يعني انا حكاية صاحبتك انها خاينة ما تزعلش على قد ان خطيبك خاين. ليه؟ لو صاحبتك خاينة ممكن تقطع العلاقة، لكن تخيلي لو خطيبك ده واصبح جوزك واكتشفتي خيانته بعد ما اتجوزك واتكتب الكتاب واصبحتي معاه في بيت واحد، ازاي هتقدري تعيشي معاه؟ فبالعكس ده كويس جدا ان ربنا كشفهولك، ده خير جدا. وربنا ما بيعملش حاجة وحشة. حاولي تقربي من ربنا، وبالعكس تشكري ربنا انه كشف لك الناس اللي حواليكي. وبالنسبة لانك ترجعي تثقي في نفسك، هترجعي تثقي في نفسك. انت قربي من ربنا، وحاولي بعد كده تنتقي وتنقي الاصحاب كويس جدا. ليست كل القلوب بالقلوب تليق. مش اي صحبة تدخليها قلبك كده وخلاص على طول، لازم تفكري مرة واثنين وثلاثة وتقعد تعمل اختبارات انا عارف ان في ناس بيبقوا متصنعين وما بنقدرش نكتشفهم، بس انتي لو لعبتي على النقطة دي شوية وحاولتي يعني تختاري كويس جدا في الصحاب وكلام من ده، ان شاء الله انا عارف انك هتلاقي صحاب كويسة جدا. زي ما في اصحاب يعني خائنين، في اصحاب امينين وكويسين جدا. وان شاء الله ربنا هيكرمك بشخص يصونك احسن من خطيبك ده اللي طلع خاين، وربنا هيكرمك باللي يقدرك ويحافظ عليك ويصونك ودي اهم حاجة. وان شاء الله ان شاء الله ترجع احسن من الاول، وهتثق في نفسك، ومفيش حاجة تستاهل زعلك ده كله، ومفيش اي حاجة مستاهلة. ده انت يعني الحمد لله ان ربنا كشف لك كل اللي حواليكي، وان شاء الله تكوني احسن من الاول. واتمنى اني اكون افدتك، ونشوفكم في حلقة جديدة. الى اللقاء.